في بيت ريفي بسيط لعيلة بسيطة عايشين حياتهم بشكل طبيعي جدا. في يوم من الأيام الدنيا اتقلبت بيهم 180 درجة. واحدة ست عندها 41 سنة، عندها 3 عيال، شقيانة في تربيتهم. فجأة وبدون مقدمات بتقع مرة واحدة وبتدخل في غيبوبة. صحتها بتتدهور، شعرها بيقع وبينزل من وزنها أكتر من 40 كيلو في أيام معدودة. والمصيبة الأكبر إن 2 من أولادها بينهاروا هم كمان بنفس الأعراض وبنفس الألم. لما الأطباء فحصوا حالتهم عشان يعرفوا هو في إيه وإيه اللي بيحصل لهم وليه بينهاروا مرة واحدة كده بدون أي إشارة، بيكتشفوا المفاجأة اللي كانت كابوس بالنسبة لهم. وأنا متأكد 100% إن أنت مش هتتخيل إيه اللي حصل لهم وإيه السبب ده. الست اللي قدامكم في الصورة ديت اسمها بيجي كار، أرملة عندها 41 سنة وعندها 3 أطفال، جيلينا وألين وداون. عاشت فترة من حياتها وحيدة بعد موت جوزها. بعدها اتعرفت على واحد اسمه باي كار. بعد ما اتجوزوا نقلوا في بيت جديد في منطقة اسمها بوليك كاونتي في ولاية فلوريدا الأمريكية. طبعا خدت عيالها ال3 في عيد جوزها اللي كان عنده ولد هو كمان اسمه ترافيس. بيجي عانت في حياتها بشكل كبير، حياتها كانت صعبة خصوصا بعد موت جوزها الأولاني اللي هو أبو عيالها. وعلى الرغم من كده علاقتها بعيالها كانت قوية جدا، وفرحوا لها جدا بعد ما خدت قرار الجواز من باي كار، لأنهم كانوا شايفين إنها تستحق بعد التعب دوت إنها تبدأ حاجة جديدة. على الرغم ان جوازها من باي حصل بسرعة، لكن كان واضح انها كانت عن حب، وده اداها امل في الحياة مرة تانية. المهم انها دلوقتي كانت عايشة في بيت جوزها الجديد ومعاها عيالها وابن جوزها وحفيدها من بنتها، كلهم كانوا عايشين في بيت واحد. لكن الحياة الجميلة ديت اللي هي كانت بتتمناها ما استمرتش كتير، لأن بعد 6 شهور بس من الجواز بدأت المشاكل تظهر، شوية توتر على شوية خناقات. وفي 20 أكتوبر سنة 1988 باي سافر في رحلة صيد، وبيجي فضلت في البيت هي وعيالها، وفي نفس الوقت كانت بتروح شغلها بشكل طبيعي. لكن بعد 3 أيام رجعت البيت وفي وجع قوي في صدرها ورجليها كانت مولعة من الألم. فعيالها افتكروا إن هو مجرد ألم عادي بسبب الوقفة طول النهار في الشغل، لكن بيجي كانت بتقول لهم لا، ده مش وجع عادي بسبب الشغل، ده ألم مميت. وبعد نص ساعة بس ابتدت تتقيأ وجسمها كله ابتدى يوجعها بشكل مرعب لدرجة إنها ما كانتش قادرة تتحرك. المصيبة إن بعد ما جوزها رجع من رحلة الصيد رفض يوديها المستشفى، وكان شايف ان هو مجرد دور برد عادي جدا ومش مستاهله يروحوا المستشفى. لكن عيالها خافوا عليها وشالوها وجريوا بيها على اقرب مستشفى غصب عنه. لما دخلت المستشفى الدكاتره عملوا لها التحاليل والفحوصات اللازمه، لكنهم ما لاحظوش اي حاجه غريبه وادوها شويه مسكنات وسابوها تروح عادي. لكن بعد 3 ايام بس صحتها اتدهورت جدا وجريوا بيها على المستشفى مره تانية، لكن المره دي دخلت العنايه المركزه لان صحتها كانت بتتدهور كل ساعه عن الثانيه. والمصيبه الاكبر ان في 2 من عيالها دون وترافيس حصل لهم نفس الاعراض، وجع قوي جدا في الصدر والقدم وتقيؤ مستمر، ودخلوهم بسبب التعب دوت نفس المستشفى اللي امهم فيها. وعلى الرغم ان دون ابنها كان بيتألم وموجوع، الا ان هو كان قلقان على امه جدا، كان بيطلب منهم انهم ياخدوه عند امه عشان يشوفها. لكن لما شافها انصدم لان وزنها نزل بشكل كبير جدا وشعرها وقع لدرجه انهم كانوا ملبسينها حاجه على دماغها عشان عيالها ما يتخضوش من منظرها. لكن داوين كان بلاحظ ان امه اللي هو يعرفها انهارت تماما، ومن شده المها ما كانتش قادره تتكلم، وكانوا سايبين جنبها دفتر تكتب فيه اللي هي حاسه بيه، وكانت دايما تكتب في الدفتر رجلي بتوجعني. اما قال ابنها الثالث اللي كان في الجيش وقتها نزل اجازه من الجيش عشان يطمن عليها، واللي اول ما شافها ما عرفهاش، وبعد كام يوم دخلت في غيبوبه. اما داون وترافيس حالتهم كانت لا بتتقدم ولا تتاخر. اما الدكاتره فكانوا بيدوروا في كل الاتجاهات على امل ان هم يلاقوا في تحاليلهم ملوثات او كيماويات معروفه، لكن ما فيش. لكن لما فحصوا التحاليل بشكل اوسع اكتشفوا ان ال3 اشخاص دول اتسمموا. هو مش تسمم عادي، لا، ده تسمم بمادة قاتلة اسمها ثاليوم نترات، ودي مادة ملهاش لون ولا طعم ولا ريحة، كانت بتستخدم كسم للفئران قبل كده واتمنعت. وهنا في سؤال مهم جدا، اللي حصل دوت كمجرد حادث عادي وبالصدفة ولا في حد تعمد يعمل كده فيهم؟ هنا الشرطة والFBI اتحركوا فورا عشان يشوفوا ايه سبب التسمم دوت، لان الناس في المنطقة بدأوا يخافوا للتسمم ويسيبوا المنطقة كلها. لكن لما فحصوا الآبار ومصادر مية الشرب اتضح ان ما فيهاش اي مشاكل، فشكوا يكون التسمم دوت حصل في البيت من جوه. فقرروا ان هم يفتشوا البيت وفتشوا العربية بتاعت العيلة واي حاجة كانوا بيستخدموها، لحد ما وجدوا المفاجأة اللي قلبت القضية كلها 180 درجة، وهي انهم وجدوا ازازة كوكاكولا. لاحظوا ان الغطيان بتاعتها ملعوب فيها، يعني في حد فتح الازايز حط فيها الماده السامه وقفلها تاني بشكل احترافي، لان بالعقل كده لو الماده ديت كانت موجوده من الاول بسبب خطا حصل في التصنيع كان زمان امريكا كلها في خبر كان. لكن الحقيقه كانت واضحه وضوح الشمس، وهي ان التلاعب حصل من جوه البيت مش من بره.
بعد ما اكتشفوا ان الازاز بتاع كوكاكولا ملعوب فيها، الشرطه فهمت ان الموضوع مش مجرد صدفه، ده استهداف متعمد للعيله كلها. طبعا اول واحد شكوا فيه زي ما انت شكيت دلوقتي هو جوزها باي كار، لان على الرغم ان الجواز ما كملش 6 شهور الا ان العلاقه بينهم كانت بتنهار بسرعه، وعيالها كانوا شايفين ان باي جوز امهم هو اللي عمل فيها كده، وكان بيعاملها بشكل سيء جدا. ده غير ان هو كان بيخونها وما وقفش جنبها وقت مرضها، خصوصا لما نعرف ان باي كان بيشتغل في المناجم واكيد بيفهم في المواد السامه كويس جدا. لكن لما حققوا معاه فاجئهم بحاجه غريبه، جاب لهم ورقه مكتوب عليها رساله تهديد، وقال ان هو لقى الورقه ديت في يوم من الايام في صندوق البريد بتاع البيت، والواضح ان اللي كتب الورقه ديت كان عارف العيله كويس جدا. والرساله كان مكتوب فيها: قدامكم اسبوع وتسيبوا المنطقه وفلوريدا كلها وتمشوا، والا كلكم هتموتوا. لما شافوا الرساله ديت اول مره بيجي خافت جدا وكانت عايزه تبلغ الشرطه، لكن في الاخر حطوا الرساله في الدرج بتاع المطبخ وكبروا دماغهم، لانهم قالوا اكيد في عيال صغيره وهم اللي عملوا كده كنوع من انواع اللعب او الهزار مش اكتر. وهنا السؤال: اشمعنى باي بيطلع الرساله ديت دلوقتي؟ هل باي هو اللي كتب الرسالة عشان يبعد الشبهة عن نفسه؟ طبعا دوت خلى الشرطة تشك فيه أكتر من الأول، لكن تظهر مفاجأة تغير كل الموازين، وهي إن تحليل باي نفسه فيه آثار من نفس المادة السامة، على الرغم إن هو ما كانش تعبان ولا أي حاجة. وده فتح احتمال مرعب تاني، هو إن باي خد جرعة صغيرة من السم بنفسه عشان يبان إن هو ضحية من ضمن الضحايا، وإن فعلا في شخص تاني خالص هو اللي بيحاول يسمم العيلة كلها ويقضي عليهم. طبعا في الوقت ده أهل المنطقة ضغطوا على الشرطة عشان يعرفوا ايه سبب التسمم، لانهم كانوا شايفين عيله بالكامل بتنهار قدام عينيهم، وكانوا خايفين ليكون السم منتشر في المنطقه كلها ويخلص عليهم. والشرطه بدورها كثفت فعلا عمليات البحث والتحري بشكل كبير عشان يكتشفوا ان في كلبين من كلاب العيله ماتوا بشكل مفاجئ من فتره صغيره. ولاحظوا حاجه غريبه في موتهم، وهي ان الكلاب قبل ما تموت بدأوا يفقدوا شعرهم، وده واحد من أعراض التسمم بنفس المادة السامة. وده خلى الشرطة تشك إن دوت كنوع من أنواع التدريب وتجربة السم الأول قبل استخدامه على البشر في الجريمة. هنا ابتدت الشرطة تحقق مع كل سكان المدينة اللي هم عدد قليل جدا أصلا. في نفس الوقت كانوا شايفين إن اللي عمل كده بيستمتع بذكاء قوي جدا، ده غير إن أكيد عنده خبرة في عالم الكيماويات، لأن السم دوت بالتحديد مش حاجة بسيطة كده تقدر تشتريها من السوبر ماركت، لا ده مركب كيميائي بيتعمل بأكتر من مادة، ولازم اللي يعمله يكون عارف كويس جدا هو بيعمل ايه. في الوقت ده داون واخوه ابتدوا يتحسنوا شويه، لكن بيجي كانت لسه في العنايه المركزه، لان الماده السامه انتشرت في جسمها كله وكان واضح انها مش هتكمل كتير، وبالفعل ماتت بعدها بفترة صغيرة. طبعا التحقيقات كانت مستمرة، لكن المرة دي الشرطة بدأت تركز على أقرب بيت موجود جنب بيت بيجي، وبيسكن في البيت دوت 2، واحد اسمه جورج ترابل ومراته اللي اسمها الدكتورة ديانا. وركزوا على البيت دوت بالتحديد لأن كان فيه خلاف بسيط ما بينهم، أقصد ما بين جورج وما بين عيلة باي. والخلاف ببساطة هو إن جورج ترابل اتخانق معاهم أكتر من مرة قبل كده بسبب الصوت العالي اللي العيال الصغيرة كانت بتعمله طول الوقت، لأنهم كانوا بيقعدوا في العربية بتاعتهم ويشغلوا موسيقى بصوت عالي، وهم كانوا كتير جدا اصلا، وده كان بيزعج جورج جدا، وكانوا طول الوقت في مناقشات وتهديدات معاهم. لما الشرطه جابت الاخ جورج دوت وابتدوا يحققوا معاه، قال لهم انا مبرمج كمبيوتر وما بفهمش اصلا في الكيماويات ولا لي علاقه اصلا بالموضوع دوت من الاساس. لكن الشرطه ما صدقتهوش وكانت حاسه ان الشخص دوت وراه سر كبير، لكنهم ما كانوش عايزين يصرحوه انهم بيتهموه بالجريمه، لانهم كانوا عارفين ان هو ذكي جدا، لان التحديات اثبتت ان هو منضم في منظمه عالميه اسمها مينسا، والمنظمه ديت ما يدخلهاش الا الاشخاص فائقي الذكاء. ده غير ان التحريات اثبتت ان هو بيكذب، لان هو اتقبض عليه قبل كده بتهمه الانضمام لعصابه بتصنيع المواد المخدره. ده غير ان هو لما دخل السجن كان بيدرس الكيمياء للمساجين، ده معناه ان هو بيفهم في الكيمياء كويس جدا عكس الكلام اللي قاله في التحقيق الاول. ومع ذلك برضه الشرطه ما قدرتش تثبت ان هو القاتل، لانهم ما حاولوش يضغطوا عليه في التحقيقات، لانهم كانوا عارفين كويس جدا النوع دوت من البشر ان هو فكر نفسه ذكي اذكى من الكل، وبيكون متكبر وما بيتكلمش في التحقيقات. وفي نفس الوقت النيابه رفضت تديهم اذن بتفتيش بيته، معرفش ليه، وده خلى الشرطه تتبع اسلوب مختلف تماما للقبض على الشخص دوت واثبات الجريمه عليه، وهو انهم كلفوا واحده من افراد المباحث اسمها سوزان بمراقبته بشكل مستمر، وبدات تدور وراه وتراقبه بشكل يومي وتدور على اي ورقه او اي ايصال او اي دليل بيربطه بالماده السامه. في الوقت ده إيلين ابن بيجي الكبير كان نفسيته تعبانه جدا بسبب موت امه، وحاول يخلص على نفسه لكن ربنا نجاه. اما القاتل فكان لسه حر ومفيش دليل واحد بيثبت الجريمه عليه. هو بعد فتره من المراقبه الشرطه ما قدرتش تمسك عليه اي حاجه، عشان كده قرروا انهم يلعبوا باخطر ورقه معاهم،
وإنهم يخلّوا المحققة سوزان تتنكّر بشخصية جديدة وتحاول تدخل حياة جورج وتقرّب منه. طبعًا الموضوع دوّة كان خطر جدًا لإن سوزان كان بقى لها شهور بتراقبه، وفي احتمالية كبير جدًا يكون هو شافها في مكان ما قبل كده وحفظ شكلها، خصوصًا إن إحنا بنتعامل مع شخصية عبقرية مش أي حد يعني. واستنوا لحد ما جات لهم فرصة ذهبية، وهي إن جورج وزوجته كانوا عاملين حاجة زي حفلة أو تجمُّع مدته 3 أيام، وكانوا جامعين فيه أعضاء منظمة منسى اللي هم مجموعة من العباقرة زي ما قُلت لك. في الحفلة ديّة كل واحد فيهم بيتقمص شخصية معينة، بعد كده بيحصل جريمة وهمية يفضلوا يفكروا في حلها وكده، وكل واحد فيهم يطلّع كونان اللي جواه. وبالفعل تقمصت الشرطية سوزان شخصية جديدة اسمها شيري جوين، والشخصية ديّة كانت عبارة عن واحدة مطلقة مكسورة ومتبهدلة يا عيني وجاية من ولاية تكساس وضحية لزواج فاشل. طبعًا اختارت الشخصية ديّة بالتحديد عشان تتماشى مع شخصية وطباع جورج اللي هي كانت بتراقبه وعارفة عنه كل حاجة. المهم إنها أول ما وصلت الفندق اللي كانوا عاملين فيه الحفلة قابلت جورج في وشها على طول، فكانت خايفة طبعًا لا يفتكرها لإنها كانت بتراقبه بقى لها شهور، لكن الحمد لله ما عرفهاش وسلم عليها بشكل طبيعي، بل وادّى لها الدور اللي هي هتلعبه داخل اللعبة. وفعلًا بدأت اللعبة اللي مشتركين فيها أكتر من 40 واحد، وكله كان متقمص شخصيات مختلفة، إشي كهنة على جواسيس على لصوص وخلافه. وابتدى معاها الأخ جورج يهزر مع المعازيم ويضحك معاهم ويفضل يقول لهم شوية نكت بايخة على المحامين، لأنه كان واضح إن هو كان بيكرههم. هنا سوزان استغلت الفرصة وعرفت المدخل اللي هتدخل له منه، ولما جت الفرصة واتكلم معاها وسألها عن حياتها قالت له إنها سابت جوزها عشان كان محامي فاسد. فعلا نجحت في جذب انتباه جورج اللي اهتم جدا وفضل يرغي معاها لحد ما المنظمين أعلنوا عن أول جريمة وهمية داخل الحفلة، والصدمة إنها كانت جريمة تسمم. طبعًا الموضوع دوّة صدم سوزان وخلّاها تتنفض أول ما سمعت، لإن الجريمة اللي جورج متهم فيها هي جريمة تسمم، واللي خلّاها تستغرب أكتر إن جورج كان كاتب رسالة تهديد من ضمن الجريمة الوهمية اللي هي داخل اللعبة. والكارثة الحقيقية هي إن الرسالة المكتوبة قريبة جدًا من الرسالة اللي وجدوها عند البيت بتاع بيجي، لإن الرسالة اللي كان كاتبها بتقول لما تلاقي تهديد عند باب بيتك ارمي كل أكلك وشربك وخلّي بالك من اللي بتاكله كويس جدًا، لإن معظم الحاجات اللي هتلاقيها على باب بيتك بتبقى رسالة من جارك إن هو بيقول لك أنا مش طايقك. طبعًا سوزان أول ما شافت الكلام دوّة عرفت إن الكلام ده مش مجرد تشابه وحصل بالصدفة، ده استنساخ تام للقضية الحقيقية، وده خلاها تبقى متأكدة إنهم ماشيين في الطريق الصح. وقبل نهاية الحفلة سوزان قدرت تقعد مع جورج ومراته قبل ما يمشوا، وأثناء ما هم بيتكلموا جورج قال لها إنهم بيفكروا يبيعوا البيت، فسوزان مسكت في الكلمة وقالت له كويس جدًا، زي ما أنت عارف إن أنا وجوزي هننفصل وقبل الانفصال ملزم إن هو يأجر لي بيت جديد، وبالفعل أنا بادوّر على واحد في الوقت ده. فجورج ما اترددش وعزمها عنده في البيت وبالمرّة تيجي تتفرّج على البيت. طبعًا سوزان ما كدبتش خبر وراحت عنده البيت، بس مش عشان تأجره زي ما هي بتوهمه، لكن عشان تدوّر على أي معلومة صغيرة أو أي مادة كيماوية أو أي بقايا سِم أو أي أثر، لكنها فشلت في إنها تلاقي أي حاجة من الحاجات ديّة وخرجت من البيت وهي في نظرها إن خلاص دورها انتهى في القضية. لكن رؤسائها أمروها إنها تكمل في تمثيل الدور على أمل إنهم يوقعوا جورج في يوم من الأيام، مع العلم إن في الوقت دوّة عدى على الجريمة أكتر من سنة. المهم إنها فعلًا كانت كل شوية تقابل جورج في بارك، ومرة اتقابلوا في مطعم يتغدوا مع بعض، وكانت بتمثل عليه إنها مطلقة ومكسورة الجناح يا عيني ومحتاجة حد يطبطب عليها ويواسيها. وهو طبعًا كان عايش دور الراجل اللي بيقدم نصايح وفاهم كل حاجة، واقترح عليها في مرة إنها تحاول تلبس طريقها قضية تحرش بالأطفال عشان تدمر سمعته وتدخله السجن، وحكى لها حكاية كده بتنم عن شخصيته الداخلية. قال لها إن هو في مرة راح رحلة وكان معاه كيس بسكويت أوريو كان حاطط فيه مادة بتعمل هلوسة، بعدها ركب أتوبيس ناس ما يعرفهمش أصلًا وبدأ يأكلهم البسكويت دوّة، بعدها فضل قاعد يتفرج عليهم وهم بيهلوسوا. يعني الشخص دوّة بالحاجات والأفكار اللي كان بيقولها يعتبر قد إيه إنسان خبيث ومؤذي وبيستمتع بألم الآخرين. طبعًا عادي جدًا بالنسبة له إن هو يسمم عيلة كاملة، لدرجة إن سوزان كانت خايفة تاكل أو تشرب أي حاجة وهي معاه، لأنها كانت دايمًا حاسة إنها في خطر طول ما هي جنب الشخص ده. المهم إن عدى شهور وأيام على العملية ديّة ولسه سوزان متقمصة دور الست المطلقة، لكنها ما كانتش قادرة تمسك حاجة رسمية عليه، كلها مجرد أفكار وكلام ما يعتبرش دليل. وده خلى المسؤولين يقرروا إنهم يقفلوا القضية على كده ويوقفوا تضييع وقت وفلوس على الفاضي، لكن سوزان رفضت توقف وكملت عشان يجي اليوم اللي قرر فيه جورج ومراته إنهم يبيعوا البيت وينقلوا. ودي كانت فرصة ذهبية ليهم لأنهم أخيرا هيقدروا يفتشوا البيت من جوه، لأن النيابة رفضت تديهم إذن تفتيش البيت من الأول زي ما قلت لكم. وفعلا سوزان قدرت تأجر البيت من جورج، وكده تقدر تدخل زمايلها من الشرطة يفتشوا البيت براحتهم وبشكل قانوني. وفعلا زمايلها في الشرطة دخلوا البيت وفتشوا في كل مكان، بدأوا يلفوا في الغرف غرفة غرفة يدوروا على أي حاجة غير طبيعية
في المطبخ وجدوا مجموعة من البطرمات الصغيرة مرصوصة فوق بعض ومش مكتوب عليها أي حاجة. وفي الدولاب وجدوا أكياس لمواد كيميائية شكلها غريب وليها ألوان مختلفة. وأغرب حاجة لقوها كانت مجموعة من المفكات الصغيرة جدا زي اللي بيستخدموها بتوع الساعات. المجموعة كانت كاملة إلا مفك واحد مش موجود. ولما قارنوا المفكات بغطا الإزازة بتاع كوكاكولا اللي لقوها داخل بيت بيجي واللي كان فيها المادة السامة، لاحظوا إن العلامات متطابقة تماما. كان واضح إن المفكات دي تم استخدامها في فتح الإزازة المسمومة. وبين كل الورق اللي كان مرمي في درج المكتب وجدوا كتيب صغير عن السموم ومادة الليثيوم مكتوب فيها بالتفصيل بتشتغل ازاي، بتأثر على الجسم ازاي، بتاخد وقت قد ايه عشان تقتل الانسان. وجدوا انبوبة صغيرة فيها بقايا مادة بيضاء اتحفظوا عليها ونقلوها للمعمل الجنائي. بعدها سوزان قررت انها تكلم جورج وتقابله عشان تضغط عليه اكتر، وعملت كده عشان تشوف هل هيخاف او يتوتر او هيتكلم ويحكي لها عن الجريمة اللي هو عملها ولا لا. ولما قابلته قالت له ان جالها 2 من المحققين وسألوها عن جريمة تسمم حصلت في البيت اللي جنبها، ومثلت عليه بقى انها كانت خايفة وفضلت تقول له طب هو انت ليه ما قلتليش من الاول ان في حاجة زي كده حصلت في البيت اللي جنبك. وبالفعل جورج بدأ يتوتر وده خلاها تتأكد اكتر ان هو ورا الجريمة. واخيرا وبعد 3 شهور من اخذ العينة اللي لقوها في البيت طلعت المادة اللي لقوها هي نفس المادة المسممة. بعدها راحوا عشان يقبضوا عليه ويفتشوا بيته الجديد اللي هو نقل فيه، وهناك وجدوا غرفة صغيرة متبطنة ومعزولة من الصوت. داخل الغرفة دي في شباك واحد مقفول بأساخ حديد ومتغطي بطبقة بتمنع النور ان هو يدخل الغرفة. وفي نص الغرفة كان في سرير خشب شكله غريب جدا، وفوق السرير كان في نظام بكر بيستخدم لرفع الأشخاص، طبعا انتوا فاهمين. وواضح ان الغرفة ديت كانت مصممة لاحتجاز والتعذيب الأشخاص. كان واضح للشرطة جدا ان لو سوزان كان دخلت البيت دوت في يوم من الايام اكيد كان هيتم احتجازها داخل الغرفة دي. هم ما لقوش اي اثر للمادة المسممة داخل البيت الجديد، لكن الغرفة اللي لقوها بتثبت ان جورج اخطر بكتير من مجرد مجرم عادي. المهم ان بعد 9 شهور من المحاكمة ودين بتهمة قتل بيجي كار وتسميم عيلتها بالكامل واتحكم عليه بالإعدام. هو كان عبقرينه لكنه ما قدرش يغلب ذكاء الشرطية سوزان. وده يخليني أكد لكم إن مهما المجرم مفكر نفسه ذكي إلا إن هو في الآخر بيتجاب ومن قفاه كمان. دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.